مشيت عند صاحبتي حيت غبرت عليا، قلت يمكن لا واقيلا مسكينه مريضه. منين وصلت لقيتها موقفه العرس وانا ما جايبه لدنيا اخبار، وداكشي اللي غيوقع في الاخر ما يدخلش للدماغ. نهار الخطبه ديال صاحبتي السيده اللي كنت دايرها اختي، انا مشيت على غفله عندها للدار حيت يومين وهي غابره عليا وما مولفاش ليها. قلت اجي نمشي نسول عليها لا تكون مريضه ولا شي حاجه. ايوا مشيت لعندها لقيتهم كيوجدوا وهي لابسه القفطان. شافتني تلفات، قلت لها اشنو واقع؟ قالت لي لا شي ناس جاو يخطبوني. قلت لها ايوا مبروك عليك، نهار كبير هذا. فرحت ليها بزاف، قلت لها علاش ما قلتيهاش ليا؟ قالت لي جا كلشي على غفله، راكم عارفين الكلمه المشهوره. عنقتها وقلت لها الله يكمل عليك بخير ومشيت. صراحه بقيت غير كنشوف فيها، ما شدتنيش حتى نجلس معاها. حنا صحابات من الصغر، ما خلينا ما دوزنا مع بعضياتنا. شاركت معاها كلشي، ماكلتي، شرابي، لبسي، ماكياج ديالي، فرحتي وحزني. كنعرف عليها الشاده والفاده، وحتى هي بحال هكاك. رجعت للدار قلتها لماما، حتى هي فرحات ليها بزاف حيت كانت دايرها بحال بنتها. في الليل عيطت لها قلت لها كيفاش داز داكشي، قالت لي كلشي داز هو هذاك. مشات ايام وجات ايام حتى النهار اللي غتجي عندنا ماماها للدار. حليت عليها قلت لها خالتي دخلي. قالت لي لا مزروبه، بغيت غير نقول لكم راه بنتي عندها العرس النهار الفلاني وجيو حنا غنتسناوكم. قالت دوك جوج كلمات وطارت مشات بحالها. خلاتني بقيت مبهوضه واقفه في بلاصتي. قلت ويلي، نهار مشيت عندها قالت لي هادو راه جاو غير يدويو. ما قولوا لي دايره كانت خطبه رسميه. دخلت عاودت لماما كلشي. في العشيه مشيت لعند بنت خالتي قلت لها شنو وقع. قالت لي ما تديش عليها، راه مع لو ستريس ديال العرس، راه كاع البنات كيوقع لهم بحال هكا. الصراحه هدناتني ودارت لي عقلي. قلت لها ويلا اختاري معايا اشنو غادي نلبس، راني ما عارفه والو، راه جاني على غفله. كريت قفطان ووجدت راسي ومشينا حضرنا معاها. دخلنا القاعه قلبت عليها، مشيت لعندها عنقتها بيدي بجوج. السيده كنحس بها ما حاملانيش، بحال ديك التعنيقه عنقتها ليا عبزز. ما تسوقتنيش بحال ما كتعرفنيش، حاضيه غير عائله راجلها وراجلها والناس اللي ولاو جداد في حياتها. انا قلت واقيلا لا عادي، خليتها ومشيت جلست. شطحت، فرحت، ضحكت، ما خلينا ما درنا داك النهار ومشيت في حالاتي. من بعد سيمانه جالسه بحال هكا كنصلت لحضاني، قلت نوض نمشي عند ماماها، كره مسكينه توحشاتها وخلات بلاصتها عندها. مشي نشوفها ياك ما خاصها شي حاجه، ياك ما تبغيني في شي حاجه نقضيها ليها. وصلت حدا الباب لقيت امها غاده خارجه. قلت لها خالتي فين غاده، ياك ما كاين باس. قالت لي غادي نمشي عند بنتي نشوفها. قلت لها وشنو بالك خالتي نمشي معاك، انا توحشتها. انا مكلخه، خاصني العصا، خاصني التقراص. فعلا مشيت معاها ودخلنا لديك الدار. اش غادي نقول لكم، كبيره. انا عند الباب صونا لي التليفون، قلت لها خالتي غير دخلي نتيا، انا غنسالي المكالمه ونوصلها لك. فعلا غير ساليت المكالمه ودخلت للدار. لقيت واحد البنت تما، قلت وقيلا لا لوستها. سلمت عليا وهي تقول لي راهم داخلين للبيت. مشيت عندهم زعما نسلم على العروسه. هو اللي غادي نسمعو صدمني صدمه عمري. الحل اللي غادي نحل الباب حتى كنسمع في صاحبتي كدور في امها. قالت لها علاش جبتيها معاك، اش بغيتي عندي، واش ماما ما لقيتي ما ديري. ما قالت لها واش غندير بنتي راه تلاقيت معاها على غفله ولصقت فيا، واش نجري عليها. الهضره اللي سمعت ما قدرتش نصبر، حليت الباب ودخلت. قلت لها بغيت نعرف انا اشنو درت لك، علاش كتعاملي معايا بحال هكا، علاش بدلتي معايا. قالت لي شوفي داك التبريش وداكشي اللي دوزت انا وياك صافي مشى، دابا انا تزوجت ودرت داري وعندي راجلي. الله يسهل عليك اختي، ما بقات صحبه بيناتنا، انتي باقا ديال راسك، ولكن انا درت زماني وخاصني نحسب اي خطوه غنخطي فيها رجلي. وداك التخربيق اللي كنت عايشه انا وياك خليته ليك، ما بقاش مسلكني. انا قلت لها واخا اختي ما قلتي عيب، شكرا لك بزاف على هذا الكلام اللي قلتي، نسيتي الخير. انت دابا ما قلتي حتى كلمه ديال العيب، الله يسهل عليك. خرج مطالع بيا غير الله. تابعني ما قالت لي شوفها بنتي ما تقلقيش، بنتي دارت دارها وبغات تيقار. جات عميها كحلتها وزادت الملح على الجرح. خرجت من تما ودموعي نازلين وقلبي شعل فيه العافيه. ما رضاتش بيا حيت عائله راجلها لاباس عليهم، وفي ديك اللحظه حسيت بالحقره. مع الخرجه كنتلاقى مع واحد عند الباب، هزيت فيه عينيا لقيتو زوين وطويل. مسحت دموعي وحضرت راسي ومشيت شديت الطريق للدار. ما عرفتش كيفاش وصلت، غير وصلت طلعت لبيتي وشبعت بكا. منين تفشيت هزيت التليفون باش نبلوكيها، لقيتها مبلوكياني ومسحت اي حاجه كتعلق بها، بغيت ننساها. والله ما تصرت ليا داكشي اللي دارت ليا، الله يخلصها. داز شهر تقريبا حاولت نرجع لحياتي الطبيعيه. واحد النهار جالسه مع ليا ما بيا حتى كتصوني عليا واحد النمره. قال لي السلام، بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع معقول. انا داك النهار كان طالع ليا الدم من الخدمه،
حدي جاوبته قلت ليه اللي بغى المعقول ما تيهضرش في التليفون، تيجي للدار. وقطعت عليه التليفون وبلوكيته. ما سولتو لا شكون هو، لا منين جاب نمرتي، لا اشنو بغى، حتى شي حاجه. حطيت التليفون ومشيت نطق ديت حاجه لراسي. حتى الغد لي كنسمع الدقان في الباب. مشيت نحل لقيتو داك الدري اللي تلاقيت معاه عند الباب فاش كنت خارجه من عند الدار صاحب شي وانا كنبكي، ومعاه واحد الراجل كبير شويه. قال لي بنتي كاين باك؟ قلت لهم مشيت عيطت لهم عليه، هو دخلهم وحط لهم اتاي. انا ضرني راسي بغيت نعرف داك الدري اش جا باغي، حتى كنسمع في داك الراجل الكبير كيقول لبابا شوف الحاج هذا ولدي وجينا نخطبوا بنتكم على سنه الله ورسوله، لا قبلتوا علينا. قال لي بابا كنا شفناكم في عرس فلانه. هو يقول لي داك السيد هذاك اللي تزوج راه ولدي الكبير وخدا صاحبه بنتكم، وهذا راه خوه، والله يجازيكم بخير الا ما ردوا علينا في اقرب وقت. خرجوا مشاو في حالاتهم، وانا مشيت نجري نشوف راسي في المرايه. هاويلي كيفاش حليت عليهم، شعري كان واقف كل زهبه صدق ونص، اما البيجامه اللي لابسه كل طرف من عالم اخر، والسروال متيسع، صنداله فارده. ويلي حي كمارتي ما عرفتش ويلي لوز صاحبتي. لا ما يمكنش، واش هادي كاع صدفه. جات عندي ماما قالت لي شنو قلتي، قلت لها فاش، قالت لي واش غتسطي وداكشي اللي سمعتيه بودنيك. قلت لها لا ما بغيتش، انا ما عندي ما ندير بهذيك العائله، وما عندي ما ندير بصاحبتي، ما بغيتش نبقى نشوفها ونزيد نتلاوث انا وياها. ماما قالت لي ديري داكشي اللي غادي يسلكك. مشات وخلاتني كنفكر، حتى وصلني ميساج مكتوب فيه دابا اش درنا، واش غنطلقا ولا لا. قلت لي شكون انت؟ قال لي انا هو السيد اللي بلوكيتيني وجيت عندكم اليوم للدار انا وبابا. قلت لي واش لوز فلانه؟ قال لي هو هذاك. قال لي وشنو قلتي؟ قلت لي فاش؟ قال لي في داكشي اللي جينا هضرنا فيه مع باك اليوم. قلت لي ما تنعرفكش مزيان. قال لي نتلاقاو غدا ونهضروا. انا قلت لي لا. قال لي علاش؟ ولا بغيتي جيبي معاك اي واحد، ماماك خوتك اللي بغيتي. قال لي عادي. المهم بقى كيقنع فيا ووافقت. الغد اللي مشيت تلاقيت معاه وكنت بوحدي. قال لي من نهار شفتك كنتي خارجه من الدار تبعتك وعرفتك فين كتسكني، سولت عليك وعرفت نهارك كيفاش كدوزيه. منين جربت نهضر معاك ما عطيتينيش وقت، وقررت انني نجيب الوالد ونجي عندكم. قال لي انا معيش في المغرب، انا عايش على برا وهادشي من شحال هادي، خدمتي داري كلشي تما. بصراحه عجبتني هضرته، كان انسان صريح وارتحيت ليه. رجعت للدار وفكرت مزيان وصليت صلاه الاستخاره وقلت لي بغى لي الله مرحبا به. الغد لي قلت لماما شوفي يقول لي بابا انا موافقه. من بعد 4 ايام جاو عائلته كامله يخطبوا فيا. صاحبتي وراجلها ما جاتش معاهم حيت كانوا مسافرين. داز كلشي بخير وعلى خير. واحد النهار كنت خارجه انا وياه نشريو شي حوايج، هو يعيط لي خو قال لي فينك، اش بالك نتغداو مجموعين؟ قال لي واخا، ونيت تدير فرصه باش تعرفوا على المدام ونعرف عليكم. مشينا لواحد القهوه وجلسنا كنتسناو فيهم شويه، ويتم جاي هو وصاحبتي. هي غير شافتني تصدمات، كون جبرت الارض كون تشقات وتخشات فيها، سلمت وجلست. سلم عليا لوسي وقال لي انت يا سعيده الحظ اللي خليتي خويا يدير عقله. انا حشمت وابتسمت وحضرت عينيا. صاحبتي غير كتشوف ما فاهمه والو، ما عرفت الدقه منين جاتها. تغدينا وسالينا وبغينا نمشيو، وخوه مشى يجيب الطوموبيل وخطيبي غادي يخلص، وبقيت انا وصاحبتي الراس في الراس. قالت لي واش منيتك، اشنو كديري مع لوسي، ما بغيتيش تبعدي مني، ما بغيتيش تقيليني؟ قلت لها علاش كتقولي هادشي، ياك راجلك معاك اشنو بغيتي عندي، انت درتي زمانك وحتى انا درت زماني، ياك ما عندكش شي اعتراض؟ بقات كتشوف فيا. ابتسمت ووقفت. تم جاي خطيبي وداني وصلني للدار. دازت الايام ودرنا العقد، ما درنا لا عرس لا والو، درنا داكشي غير خفيف ظريف. بدا كيوجد ليا في الوراق باش يدفعهم ونمشي معاه. الوقت كيدوز وما خصوش يفوت اكثر من القياس، خدمته كتسناه. درنا غير حفله صغيره ومشيت معاه للدار اللي جرات عليا منها صاحبتي، وانا راسي مرفوع، وانا منهم وفيهم، بغات او لا كرهات. فرحوا بيا وبغاوني وعجبتهم. اما صاحبتي جات تقربت ليا ووصلت حتى لودني وهي تقول لي شي هاد الدار والله لا جلستي فيها، ما تفرحيش بزاف، هذا غا وقت وغتمشي في حالك. انا ما ديتهاش فيها، قلت لها كولي جنابك في خاطري. الغد اللي حتى كتجي عندي لوستي قالت لي شوفي راه واحد لتحت كيسول عليك. قلت لها شكون؟ قالت لي ما عرفتش. نزلت لعنده وتما تصدمت صدمه عمري. لقيتو السيد اللي كنت كنبغي 4 سنين هادي فاتت. مالو علاش جاي، اش باغي، عاد تفكرني؟ قلت لك لاباس شنو بغيتي. بدا كيغوت ربي اللي خلقو، فيق راجلي وكل شي في الدار تجمعو. قال لي بدلتيني على قبل الفلوس.
نسيتي اش دوزت انا وياك؟ سمحتي فيا على قبل هذا؟ وانا والله العظيم اللي كنت كنهضر معاه غير في التليفون، عمري ما تلاقيتو ولا شفتو فاس. وزيدون هو اللي مشى، سمح فيا نهار قلت ليه نتزوجو بات ما صبح. بقيت مصدومه، ما عرفتش ما نقول. راجلي شدو عطاقات ديال العصا وصيفطو بحالو. هو غادي وكيقول لي ما نسمحش ليك. كندور راسي هكا في صاحبتي لقيتها كضحك، تما عرفت ان هي السبب ديال هاد المشاكل كامله، وهي اللي مشات عنده هضرت معاه باش يجي يدير ليا الشوهه. عرفت بيا الدنيا وقلت اليوم راجلي صيفطني لضربه. هادي الاخرى ليا. بدات صاحبتي كتشاعل في العوافي وكتقول اويلي شنو هاد الشيء، وصلت بيا نجي عندك هنا حتى للدار. لا واقيلا هذا طامع في شي 2 ريال باش تعطيوها ليه. حتى سكتها راجلي وقال لها هادشي كله كذوب. شدني من يدي وطلعني للبيت، جلس وجلسني حداه وقال لي عاودي ليا كلشي دابا بالتفصيل الممل. عاودت ليه كلشي وقلت ليه ما كان بيناتنا والو غير التليفون، عمري في حياتي ما شفته ولا تلاقيت معاه. وزيدون هو اللي مشى وخلاني. مني قلت ليه المعقول ولا بغيتيني نجي تزوج بيا ويسمح فيا، بلوكاني من كلشي. انا عشت حياتي وهو تا هو مش عايش حياته. ومن هادشي كامل هذيك صاحبتي اللي فقعه هي اللي دارت لي هادشي كله. قال لي صافي طيقتك، اصلا هاد خاينه عرفته لانني ملي كنت كنسول عليك وصلتني خبارو. وهذه اللي بغات تشعل العوافي بيناتنا عمرها ما غادي تقدر. ارتاحي. قال لي بغيت منك حاجه وحده، انك توعديني اي حاجه تعاوديها ليا نسمعها منك وما نسمعهاش من عند البراني، وانا غادي نكون معاك وغنقف بجنبك وما غنخلي حتى شي واحد يفرقنا. اي حاجه نسمعها من عندك غادي نتقبلها، ولكن الا سمعتها من عند واحد اخر غاديش يعجبني الحال. حتى انا جاوبت وقلت ليه كنواعدك غادي يكون غير داكشي اللي بغيتي. قال لي ولبسي حوايجك يلا نخرجوا. فعلا خرجنا وتغدينا على برا، ومنين رجعنا في العشيه للدار رجعت ويدي في ايدي قدام العائله كامله. وصاحبتي عا كتشوف كيسحب ليهم انه اخر نهار بيناتنا وغادي نكون دابا في دارنا. تعشينا مجموعين، جمعنا الطابله وشديت صاحبتي في الكوزينه. قلت لها شوفي عمري ما عرفتك الفاح حتى عرفتك، وكوني على يقين هذاك الشيء اللي عندي انا ضدك كثار من داك الشيء اللي عندك انت ضدي. وإلا مشى راجلك حتى ساق لك الخبار دابا ماشي غدا غادي يطلقك ويصيفطك لداركم. ولكن انا ماشي بنت الحرام، التربيه اللي ربوني والديا انني نراعي العشره وما نخونهاش. انا بنت الاصل وما تربيتش على الغدر. وربي قادر يجيب لي حقي اليوم قبل غدا، غير كوني هانيه. مشيت وخليتها مسمره في بلاصتها غير كتبقلل في عينيها. دازت واحد الفتره ديال الوقت ومشيت عشت مع راجلي في الغربه، وخليتها هي وراجلها عايشين مع عكوزتي، حيت انا راجلي من صغره وهو مغرب. غير وصلت لعندو عرفت راسي حامله. فرح مسكين بحالاش، حتى من طيب هو اللي كيطيبوا ليا. قال لي انا عشت وحداني وبغيت ولدي ولا بنتي يعيشوا بجنبي نعوضهم على اي حاجه انا تحرمت منها مع عائلتي. كان داير ليا بحال الماء القليل اللي بغيتها كيحضر عليا. عشت معاه عامين ومن بعد نزلنا للمغرب. دارت لي ماما اسبوع في العماريه حيت انا ما درتش العرس. ضحكنا ولعبنا ونشطنا وداز كل شيء هو هذاك. جات عندي صاحبتي وطلبت مني المسامحه، قالت لي واقيلا داكشي اللي درت ليك ربي خلصني فيه، داكشي علاش ما عطانيش الولاد، حيت كانت باقا لحد ديك الوقيته محامله ما والده. انا قلت لها شوفي انا مسامحاك ولكن غير عطيني الثقه، تعاملي معايا بحال ما كتعرفينيش. الله يجازيك بخير. دابا عندي وليد وبنيه وعايشه بخير وعلى خير مع عائلتي ومع راجلي، ربي عطاني ولد الناس. وصاحبتي من بعد مده طويله عاد ربي رزقها بالوليدات. اللي بغيت نوصل لكم الدنيا دواره والحقد والحسد حبلو قصير وطريقه مسدوده، وهادوك اللي كيحفروا لصحاباتهم راه الدور وترجع لك الضربه وما تعرفها منين جاتك.